مرحبا. مين مننا ما بيحب الهريسة النبكية؟ اليوم جبت لكم طريقة كتير بسيطة وكتير طيبة وأكيد رح تدعولي عليها. أول شي عندي كوبين من السميد الوسط، رح أضيف عليهم نص كوب من السكر، ورح أخلطهم وأضيف عليهم نص معلقة من البيكربونات الصوديوم. أخلطهم منيح وبعدين بضيف باقي المكونات. فيكم تستخدموا السميد الخشن، بس أنا يفضل إنكم تستخدموا الوسط إذا متوفر عندكم. رح أضيف عليهم نص كوب تقريبا من القطر، وضلني أقلب لحتى يصيروا مثل حبيبات الرمل، ما بدي أدعكم بالبداية مثل ما شايفين بالصورة. بنضيف عليهم نص كوب من المي وعلبة قشطة، ومنقلب لحتى يصير عنا الخليط متماسك شوي، وبندهن الصينية بالطحينية وبنفرد عجينة الهريسة فيها. أنا استخدمت الصينية طلعت شوي كبيرة، فأنتوا صغروا الصينية شوي تطلع القطع أحلى وأكبر بشوي. تركتها ترتاح ساعتين، بعدين وزعت المكسرات وقطعتها وحطيتها بالفرن على درجة حرارة 180 بالرف الأسفل. وبس طلعت حطيت لها قطر عم يغلي مع معلقة من السمنة الحيواني، وبنتركها تبرد. وصحتين وعافية على قلوبكم. الوصفة كتير سهلة، بتمنى تكون عجبتكم. باي.